चांद चलने लगा आसमाई आई क्यों बिगड़ने लगा मैं ठहरा रहा समय चलने लगी हर का ये दिल सांस थमने लगी हो किया ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है हो रही हर दम प्यार का मौसम रही हर दम तुम जन्म जन्म मैं ठहरा रहा ज़मीन चलने लगी आदाब 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 just Should be just enough for you. yeah, okay. It's better than nothing. Sorry. Thank you so You're much. welcome. You want Thank me you. to bring you somewhere or? No, it's okay. I go to Sicily. I don't know the location. Ah. I'm just a tourist. But take you're a that- tourist that- from what? I'm from Morocco, but I just arrived. مغربي. مغربي. صاحبي هو صاحبي كتب القهوة. صاحبي يقولها لي من الأول. كي راك؟ لا مش مغربي جزيري. صاحبي جزائري. جزيري بحال بحال. واش كدير هنا في هاد الصحراء صاحبي؟ والله اللي حواس كيما انت حواس. وفين وصلك شي بلاصة ولا؟ والله ما والو اللي ماشي لواحد الفيل هنا بصح بعيده واحد 150 كيلو. صح. والله كان ما عندي حيت عندي الخدمة هذا هو المشكل كيتسنى. وين خدام؟ خدام فوق البيزباك. اه عاد جيت البارح جيت من المطار ما كنعرف والو عطاوني الطوموبيل وقالوا لي سير. يلا. غادي لوال البيزباك كان هذا وكان شابه والفيسباك وعندك سواكو موند احسن منها. ولكن دابا الطريق اللي جيت فيها كلها حفاري البنو راه تكرر. شوف عندك واحد دوكا تمشي واحد 40 كيلومتر ومن بعد تولي طريق مزيانه. صح. والله واحد 40 كيلومتر. شي فلوس ولا شي حاجه. والله كل شيء بخير. والله كل شيء بخير. والله ما تحتاج زعما. والله كل شيء بخير. حيت صاحبي قليل لقى عربي مسلم وكتبان قاوري انا مغربي. الله يبارك يا خويا. من العاصمه الجي. الجي انا خدمت بزاف في الجزائر في الشاط في استغانم يا خويا. ايوا متشرفين. خويا متشرفين. ايوا انا قلت لك يلا بخير ان شاء الله. يا خلو ما نعرف شنو خصك في اسمه ما خصني والو. شوف انت دابا اللي جيتي في هاد الصحراء واش صافا؟ والو لا صافا دوك نحبسك شي واحد ولا يعطيني الماء ولا باس. كل شيء بخير. يا والله يا ودي والله كل شيء بخير. الله يعاونك. كي اسمك الله؟ سامي وانت؟ سامي عبد النور. عبد النور. متشرفين خويا. خويا تيليق سلامه سلامه. لا بروشين. لا بروشين يعطيك الصحه. السلام عليكم. أنا بعد ما زرت بلجيكا وفرنسا وأسبانيا اتأكدت إن الشعب المغربي أكتر شعب عارف ياخد حقه في الحياة. يعني عرفوا ياخدوا حقهم تالت ومتلت. اللي هو أنت احتلتني أنا هحتلك. أنت احتلتني زمان أنا هحتلك دلوقتي. يعني ما شاء الله المغاربة منتشرين انتشار وفي كل حتة. في كل حتة تنزل الشارع تمشي في الشارع أنت مش سامع غير مغربي. أنا أول ما نزلت بلجيكا في بروسلز سعد المجرد سمعت سعد المجرد. سعد المجرد بيعمل ايه هنا؟ تمام. هنا في اسبانيا تمشي مفيش محل مفيش شارع هتمشي فيه غير لما تلاقي فيه مغربي او مغربيه. بس ما شاء الله يعني البلاد دي عشان تحتل المغرب دخلت بسلاح ودخلت مش عارف ايه وحرب عشان تحتل المغرب. المغاربه رجعوا احتلوهم بالشغل. بصوا ده صاحبي اسمك كريم ايه؟ ياسين. ياسين مغربي ما شاء الله منور الدنيا. باشا عامل شغل عالمي في اسبانيا. شغل عالمي ما شاء الله. لغات قد كده وجامد جدا وشغله زي الفل وعمال يلف الدنيا كلها. حبيبي نورنا مشرفنا في كل حته يا حبيبي. شفتوا واخدين حقهم في كل حته ما شاء الله. يعني فعلا احتلوا البلد احتلوا كل حته. خش اي محل انا قاعد في محل في برشلونه ما شاء الله مغربي في كل حته. كل ما اخش الاقي مغربي مغربيه بس بدماغهم وبشطارتهم احتلوا البلاد وخدوا حقهم وما شاء الله منتشرين في اوروبا كلها وعاملين شغل زي الفل. من أكبر الجاليات اللي موجودة هنا ببلجيكا هي الجالية المغربية. المغاربة ما اجوا لاجئين من حرب ولا من أي شيء. المغاربة جو هنا من أجل العمل. جو حتى يبنون بلجيكا. بنوا السكك الحديدية، بنوا هواية أمور، فقاموا يتزوجون ويتكاثرون. فهذا إلهم هسه حاليا هو الجيل السادس ينولد هنا ببلجيكا.
يعني قبل 60 سنة هم موجودين هنا ببلجيكا. فالمغاربة هنا موجودين ومتشعبين في كل مفاصل الدولة البلجيكية. وين ما تروح راح تلقى مغربي، بالأمن، بالمخابرات، بالشرطة، بالمطار، وين ما تروح تلقى مغربي. وين ما تروح التجارة كلهم مغاربة، ترجمة، محاماة. فالمواقف اللي صارت بيني وبين المغاربة كلش هواية، ومواقفهم كلش حلوة ومشرفة. اول يوم خليت رجلي بيه ببلجيكا كنت اني وصديقي تعبانين منتهين، ما نعرف احنا وين. نزلنا على حدود بلجيكا هولندا، ما اعرف وين، باص ما اعرف اخذ، فما اعرف شلون اخذت باص. نزلنا يم المحطة، ما نعرف ناخذ تيكت مال قطار، بحياتي اني ما صاعد قطار. فرحت كان القى تاكسي باوعد على شكله شوية عربي، فصرت شوية امتمت وياه بالانجليزي. كان يقول لي تحكي عربي؟ قلت له ايه احكي عربي. قلت له انت منين؟ كان يقول من المغرب. قلت له اني هسه احس نفسي بالجنة. قلت له تاخذني لبروكسل، اكو شارع هناك اسمه شارع المغاربة. قال لي انت جديد جاي؟ قلت له ايه. قال لي تريد تقدم؟ قلت له هو هناك قالوا لي بشارع المغاربة قريبة عليه دائرة مال التقديم. قال لي وصلت. روح اخذ قطار من المحطة ارخص الك، تاخذه ب 15 يورو. قلت له لا اريد تاكسي. كان يقول مو اذا اخذك بالتاكسي الكروة غالية، فروح احسن لك وخذ قطار. قلت له لا اريد تاكسي. كان يقول يلا اصعد. قلت له ايش قد الكروة؟ كان يقول لي الكروة صدق هي الكروة بعيدة كانت، يعني الدرب كلش بعيد. قال لي 300 يورو لان التاكسيات هنا غالية. قال لي بس انتو راح اخذ من عندكم 150 يورو بالنص. قلت له هاي خلص. صعدنا والله، مشى بينا مشى، وظل لي انا سوالف ما اعرف ايش لحد ما وصلنا. كان يقول هذا شارع المغاربة. نزلنا بشارع المغاربة، المطعم اللي اكلنا يمه مغربي، الحلاق اللي زينا يمه مغربي. من مشينا حتى دا نشتري من محل لقيناه مغربي. رحنا بتنا بالفندق وطلعنا حتى نروح نقدم. اللي نظم امورنا بالهجرة وما اعرف شنو كان مغربي، المترجم كان مغربي. رحنا للكامب مال اللاجئين، كانت نلقى عائلة مغربية رحبت بينا ووفرونا الاحتياجات اللي نريدها. من اجينا نروح حتى نتسوق، نروح الشارع اسمه شارع المغاربة. من نروح الغير مدينة راح نلقى محل مال مغاربة. هنا المغاربة موجودين بكثر. من رادوا ينظموا لي المقابلات مالتي، المحامية اللي خلوها إلي مغربية، والمترجم اللي ترجم لي بالمقابلة مغربي. فوين ما تروح مغربي تلقى هنا، لأن فعلا وحرفيا انه المغاربة متشعبين هنا بهاي الدولة، وإلهم كلمة مسموعة، وإلهم مناصب كلش هواية، حتى مناصب بالبرلمان. المغاربة مواقفهم كلش حلوة ومشرفة. من كانوا اللاجئين امام وزارة الهجرة واللجوء، المغاربة قاموا يجيبون ما لذ وطاب من الأكل والمنتجات الغذائية والملابس والأحذية كلها للعوائل، لأن كانوا يتأخرون هذول العوائل يلا يبصمون، لأن كان اكو كلش ازدحام. المغاربة لهم فضل كلش كبير على اللاجئين اللي وقفوا امام الكمساريات او دائرة الهجرة واللجوء اللي موجودة ببروكسل، لأن غذوهم، شربوهم، ووكلوهم، وفروهم كل اللي يريدوه. واللي ينكر هذا الكلام فهو ناكر للجميل وناكر للفضل. تحياتي للمغاربة ومواقفهم المشرفة.